السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل اكلة عيش كده، بس انا قلت اوريكم طريقتي في الكبدة وفي السجق. وهعمل سمبوسة باللحمة. انا حاطة اللحمة منشفاها خالص، وحاطة عليها جوز الطيب وملح وفلفل بس، وهحطها في السمبوسة واحط عليها الجبنة الميكس. وده مش عارفة اسمه ايه، سوسيس. ده مي جابته، لسه مش عارفه اعمل فيه ايه. والكبده دي انا دقه توم وبفلفل وملح وكمون، وحطها في التلاجة من قبلها بيوم، وسايباها كده في التتبيله دي. وهحطها شواحه كده في زيت. والسجق انا قطعته، هعمله بفلفله خضراء وبالطماطم والبصل. وهعمل هجيب جمبري، وهعمل مكرونه، وهعمل بابا غنوج. بس انا مش هصور لكم غير الاتنين دول، هوريكم طريقتي فيهم. دي طاسه انا هعمل فيها السجق. احط زيت. بس انا وانا بعمل السجق برضو بعمل جيل اهو، قرب يخلص اهو. احط البصل، البصله اصفرت اهي. في الوقت ده انا هحط السجق، احط عليه ملح وفلفل وبهارات سجق. في الطاسه دي بقى انا هحط الكبده، في الوقت ده انا هحط الفلفله الخضراء. هي لو في فلفله حراقه هتبقى جميله قوي، بس انا مش هحطها علشان يعني ولادي يعرفوا ياكلوا. هي طبعا اكيد هنا مش هتاكل من الاكل ده عشان البصل. احط انا بقى الطماطم، اشوحها كده بالطماطم صغيره وهطفي. الطريقه دي بتبقى جميله قوي، لو جربتوها هتعجبكم. هو كده خلص كده بقى كويس. الكبده بقى انا هسيبها تكمل، وبعد كده هبقى اوريكم بقى الشكل وشكل الاكل في الاخر. انا هوريكم انا هعمل المكرونه ازاي. بصوا، هي هنا الكبده خلصت اهي، وانا طفيت المكرونه. انا بعملها بتوم، معلقه كبيره هقليها كده في الزيت. انا بقلي الثوم اهي. هي بتبقى حلوه بالبصل، بس انا مش بعملها ببصل عشان هنا تاكل، لان في اكل كتير انا عاملاه النهارده ببصل. انا هصفر بس كده الثومه كده لونها حلو قوي علشان ما تبقاش مره. وهحط الطماطم. لما تغلي بقى هرجع واقول لكم انا هعمل ايه. بصوا، الطماطم لما غلت اهو، انا هحط نص معلقه ملح وفلفل ونص معلقه كزبره. اي بهارات عندكم حطوها، اللي عاوزاكم حطوها. اما هي بعد ما غلت كده، يعني بدل ما اسلق المكرونه في الميه وبعد كده اسبكها، لا انا خليت الطماطم كده واحط بقى المكرونه وهي ميه مش مسلوقه، يعني هسلقها في الطماطم. هتستوي في الطماطم. الطريقه دي بتبقى جميله قوي، انا لما بسلقها في ميه وبعد كده اسبك الطماطم واحطها عليها.
هي هتاخد السوي بتاعها في الطماطم ده. انا اللي كملت الجيلي قطعت موز وتفاح، ولما يجمد هنحط على الكريمه. المكرونه هي اللي انا وريتكم طريقتها، ودي عجة الجمبري، وده السوسيس وقلات بطاطس والكبده اهي والسجق والسمبوسه، وده البابا غنوج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.